تخلصي 4 ملايين وتخزني منهم مليون أحسن من أنه تكوني تخلصي 7 و8 ملايين وما تخزني منهم والو. سلام، كي راكم؟ إن شاء الله تكونوا غايمتم تشوفوا في لا فيديو تاعنا اليوم غادي نعطيكم الأسرار اللي غادي يخلصوكم من الفقر ويخلصوا عليكم الدين إلا كان فيكم، وتاني يباركولكم في الشهرية نتاعكم سواء كنتي خدامة أو حتى قاعدة في الدار وما عندكش دخل معين. أول حاجة ديرونا لايك للفيديو، اللي ما يجدر أبوني نقولك ديري أبوني، فعل الجرس هكا باش يوصلك كل جديد. الآونة التالية هذه وليت نشوف بزاف نساء يشكو من الشهرية نتاعهم، تقولك أنا نخلص بين 5 و6 ملايين ومانيش قاع نخبي من الشهرية ولا نقلع أكوتي، وكاين اللي تقولك إنه نخلص 5 و6 و7 وحتى إنه نزيد ندير الكريدي باش نكمل هذاك الشهر. تنفيدكم معايا ونمدلكم بعض النقاط اللي راهم رايحين يخلوك تتجنبي كاع هذا الشيء وكيفاش طيح البركة في الشهرية نتاعك وتكمل لك، وحتى انه توصلي تدخري منها. اول حاجه البنات اللي هي التنظيم. شوفوا اهم حاجه هي التنظيم. ديري في حسابك لما كنتيش منظمه في الشهريه نتاعك عمرك لا راكي رايحه تلقاي روحك ولا تدخري منها، وبالعكس راكي رايحه تخرجي خاسره في لافير، راكي رايحه تخرجي بالدين والكريدي عليك. مثلا نقولوا انتي تخلصي 5 ملايين ولا حتى الزوج تاعك يخلص 5 ملايين، تروحوا ترفدوا الخلصة نتاعكم وديروها في التصدام وتبدو تصرفوا بكل عشوائية. بغيت تشري الخضرة سواء تعيطي له ليه هو يشري لك، ولا تروحي تشري انتيا الخضرة وتروحي تشري بكل عشوائية، يعني بطريقة غير منظمة، وكاين بالك شي صالح ما تسحقيهمش راكي رايحة تشريهم غير هكا غير زيادة يخسروا لك في الفريجيدير. زدتو تاني فتو على البوشي دخلتو عنده وشريتو شوية دجاج شوية من شوية من اللي عجبكم لي فخوي، فتو على الحانوت شريتو تاني شوية صوالح كانوا خاصين كوم باغ اكزومبل شامبوان وهذوك الصوالح. كملت لك تاني القهوة والسكر وصوالح نتاع الاليمونطاسيون، قلتي له هو يروح يشري لك وهو شراء وصاي وماشي عارف ميم باش عندك وش ما عندكش، ولا حتى انتي ما على بالكيش عندك وش ما عندكش، وهكا تكونوا كملتوا الشهريه وما خزنتوا منها والو. الكارثه الكبرى الا كملت لكم الشهريه قبل ما يكمل لكم الشهر، يعني راكو رايحين توصلوا تتسلفوا الا ما كانش عندكم كاش مبلغ هكا محطوط اتكوتي، وهذه هي اسوأ حاجه تقدروا تفوتوا عليها. على عكس وحده تكون دات الشهريه تاعها هذاك النهار غير راحت للدار قسمتها، قال الخضره درت لها هذا المبلغ واليمونطاسيون هذا المبلغ، خلت صوالح كيما نقولوا الدراهم تاع الماء الغاز والضوء تاني، وقسمت الشهريه تاعها كيما يلزم. هذه راهي رايحه توصل حتى تخلي مبلغ اتكوتي راهي رايحه تدخروا، وهكا راهي رايحه مع الوقت تبني المستقبل نتاعها ولا مستقبل اولادها. ثم انتي لا خدمتي بطريقه عشوائيه مالكي رايحه لا ديري لا دار لا لوطو لا مستقبل لا ليك لا لولادك، وحتى حياتك ماكش راح تعيشيها عيشه كريمه هانيه على الاقل، وهذه هي اقل حاجه. باختصار طريقه التنظيم راهي رايحه تخلص عليك الدين وتقلع عليك الدين، هذه الحاجه الاولى. والحاجه الزوجه راهي رايحه تدخلك مع الوقت في الحريه الماليه، وهذه هي اهم حاجه. قلنا النقطه الاولى التنظيم. بالنسبه للنقطه الزوجه واللي هي الالتزام، يعني شوفي ماشي تروحي ديري القاعده الاولى اللي هي التنظيم، تحكمي مثلا البلانر نتاعك. شوفوا شريت هاد البلانر انا كنت شريتها 150 الف نورمالمون، راهي بخاتيك وتساعدكم بزاف بزاف، ننصحكم الى لقيتوهم غير شروها. في الفيديو الجاي ان شاء الله راني رايحه نخدم بها معاكم وندير لكم تقسيم ميزانيه. الفيديو الجاي راح يكون تقسيم ميزانيه 4 ملايين ونص. دونك هنايا اللي بغاتني نعاونها في تقسيم الميزانيه تخلي لي يعني الميزانيه نتاعها وعدد افراد الاسره نتاعها، وراني رايحه نعاونكم كاع ان شاء الله. قلت لكم بلي الخطوه الثانيه اللي هي الالتزام، ماشي تروحي ديري القاعده الاولى اللي هي التنظيم ومن بعد مين تجي في الصح والالتزام ما ديري والو. يعني القواعد راهم يسلسلوا بعضهم، راهم تكمله لبعضهم. يعني ديري التنظيم تلتزمي بهذاك التنظيم. مثلا انت خلصتي نقولوا 4 ملايين، قررتي تقلعي 600 الف، تقلعي هذيك 600 وتكملي تقسمي 3 ملايين و400 على حساب الشهر، ودبري راسك خاصك تلتزمي وما تخربيش كاع في هذوك اللي خليتيهم للادخار. قنعي العقل اللاواعي نتاعك شغل، ديري في حسابك بلي راكي خلصتي سيداتي 3 و400 با بليس، ودبري راسك شوفي كيفاش تفوتيها، باسكو كاين ناس مساكين راهم عايشين بزوج و3 ملايين في الشهر، مالغري على بالنا بلي كلشي راه غالي، بصح ما عاديش كيما نقولوا يفوتوها وتفوت. وهذه هي قلنا النقطه الاولى التنظيم، النقطه الزوجه الالتزام، والنقطه الثالثه هي الادخار، لانه هذا هو مفتاحك الوحيد اللي غادي يخرجك من الدين اللي عندك ولا من الفقر اللي راكي فيه. شوفي كي يكون عندك مبلغ راكي رايحه ديري به مشروع ولا حاجه تفيدك انت، يعني الادخار هو اللي راه رايح يدخلك للاستثمار، وهذا المبلغ الا كنتي ذكيه راكي رايحه ترديه الدوب، وهذاك الدوب ثاني راكي رايحه ترجعيه التريبل، وهي رايحه كيما هكا شويه بشويه شويه بشويه راكي رايحه تكوني روحك. تقدري ديري مشروع جديد سواء كنتي تخدمي برا، تقدري ديري مشروع واحد اخر تاني في الدار. الناس راهم يخدموا شحال من خدمه ماشي غير خدمه واحده. ونفس الشيء اذا كانت هذه الميزانيه نتاع راجلك قسموها، ولا كنتي ذكيه راكي رايحه تدخري منها، وهذاك المبلغ تاع الادخار راكو رايحين نديروا به مشروع جديد، تقدري نتيا تخدمي
وغي من دارك هكا راكي رايحة تلهي روحك وراكي رايحة ديري دخل إضافي ليكم وراكي رايحة توفري تاني وتزيدي في دارك وفي وليداتك. ونأكد لكم على نقطة صغيرة، شوفوا الادخار ولا مبلغ الادخار يروح المشروع صغير ولا استثمار صغير تعاوني به روحك وتلقايه في المستقبل، ماشي تروحي تشري به قفطان ولا كاش عفسه كيما هكا باش نكونوا متفاهمين. وكاين تاني سر واحد اخر اللي هو صورة الواقعة، وكيما راكم تسمعوا صورة الواقعة راهي رزق وبركة ليكم ولدياركم ولوليداتكم وحتى لمالكم ورزقكم، ويستحسن تقروها كل صباح، يعني تقروها كل يوم ولا قديتو تقروها الصباح، المهم تقريها لي كل يوم. شوفوا على بالي بلي صعيبه في الاولى، معليش يا سيدي قريها نهار بنهار ومن بعد تولي تقريها كل يوم. كي تقريها كل يوم راكي رايحه تشوفي النتيجه بزاف بزاف شابه، وصراحه عن تجربه يعني عن تجربه، وماشي غير انا اللي نهدر، حوسوا عليها راكم رايحين تلقاو بزاف نتاع ناس هادرين في هاد الحاجه، راهي رايحه طيح لك البركه في دراهمك، في رزقك، في ولادك، في راجلك، وحتى في دارك، يعني راكم رايحين تلقاو نتيجه مبهره. ونمد لكم السر الزاوج ولا السر الثاني اللي راح يطيح لك البركه في الشهريه نتاعك، اللي هو اول حاجه ديريها كي تجيبي الشهريه نتاعك تقلعي منه مبلغ للصدقه. ممكن تقولي لي بلي اختي انا عندي دين، انا ما عنديش، انا هاك انا وراهي تجوز فيا الصدقه، نقول لك معليش حبيبتي، ديري النيه وهذاك المبلغ البسيط راه رايح يولي لك الدوبل، وهذاك هو اللي راه رايح يبارك لك في الرزق نتاعك. قاع إلا ما عندكش صدقي منها 50,000 ولا صدقي منها 100,000. شوفي الصدقة تسمى صدقة، سواء صدقتي 50,000 ولا صدقتي 500,000 ولا حتى صدقتي 5 مليون، المهم النية نتاعك. هادي جربيها وردي لي بالخبر. شوفوا بالنسبة لهاد الورق كنت طبعتهم بلامبريمونت، هادي تاع خطة اليوم المهام اليومية وكاع، بالنسبة للناس اللي يخدموا شعر من خدمة باغيين يرتبوا أموراتهم ولا كلش عندهم مخلط وماشي لاقين رواحهم، هادو راهم يعاونوكم بزاف، خاصة تاع المهام. قبل ما ترقدي في الليل ولا كي تنوضي الصباح كتبي اش غادي ديري، يعني كتبي كل شيء بالترتيب وبداي باهم حاجه، هكا النهار تاعك راه رايح يكون اورغانيزي وما راكيش رايحه تضيعي بزاف وقت. هذيك نتاع الادخار تقدي تستعيني بها، وهذا راه تحدي تاع 30 يوم، يعني تشالنج تاع 30 يوم. بهادو تقدي تعاوني روحك بالالتزام، خاصة انا والله عاوني بزاف بزاف في حياتي، خاصة تاع التنظيم اليوم، باسكو كنت نوض ماشي عارفة شن ندير ولا شن نبدا، يعني نقعد نحكم تليفون نطلع ونهود حتى نلقى الوقت قاع فات عليا. وعندنا تانيك تحدي الصلاة، هذاك كل ما تصلي ديري العلامة نتاعك كيما راكي تشوفي، سينو هذه راهي رايحة تعاونكم بزاف بزاف، خاصة للناس اللي يصلوا ويحبسوا في صلاة. وان شاء الله يا ربي يثبتني ويثبتكم تاني. وديروا في حسابكم بلي كاين ناس راهم يخدموا زوج وثلاث خدمات باش يقدوا يوصلوا للحريه الماليه، وخاصه النساء وخاصه اللي راهم قاعدين في الدار وما يخدموش. نقول لك اختي من هذا المنبر، نوضي خدمي على روحك، نوضي نفضي الغبر على روحك، باسكو ما كاش اللي راه رايح يخمم فيك ولا اللي راه رايح يدير لك المستقبل تاعك ولا اللي راه رايح يجي ويقول لك نوضي خدمي، باسكو الوقت اللي راكي تضيعي فيه ما يتعوضش وما يوليش وما يتشراش حتى بالدراهم، باسكو راكي رايحه تندمي على هذاك الوقت اللي راكي تضيعي فيه. تما ليق تنوضي وتخدمي وما تزيديش تضيعي الوقت نتاعك، الوقت نتاعك ثمين وما يتشراش حتى بالدراهم، خاصة كتكوني في فترة المراهقة ولا يكون عندك 18 19 20 عام هكا، وتكوني زعما في الصيف قاعدة غير في الدار، ولا تكوني ديجا كملتي قرايتك ولا محبطة قراية، ولا تما خاصك ديري بروجي ولا تكوني روحك منها، تلهي روحك حاجه باينه ما يبقالكش هداك الفيديو، منها تخدمي على روحك. وما ديريش سبه وتقولي ليش نخدم ولا ما لقيتش نخدم، باسكو والله الا كاين ناس بداو الخدمه نتاعهم غير بالصرف اللي كنت نوري لك فيه، ودرجه درجه طلعوا ووصلوا وبدلوا من حياتهم وحياه والديهم. والا راكم باغيين نشارك معكم افكار تاع مشاريع غير من الدار، قولوا لي في التعليقات، هكا نبروبوز عليكم شعال من حاجه ونبروبوز عليكم من المشروع اللي راه رايح يفيدكم. ما تنساوش ديروا لنا لايك للفيديو، واللي ما دايره ابوني نقولك ديري ابوني، فعلي الجرس هكا باش يوصلك كل جديد، باسكو راكي رايحه تستفادي معايا بزاف بزاف، ونتلاقاو في فيديوهات واحده اخرين.